هلو براذر. هلو. بص، هل ال- الطيبة ضعف؟ ان انت تبقى طيب تبقى واحد ضعيف؟ اه، الطيبة ضعف. هشرح لك كل حاجة دلوقتي. بص، في حد كده اعرفه. تمام، احكي لك قصته بدون ذكر اسماء. الحد ده هو انت او انتي او اي حد بيسمعني، غالبا بنسبة 90% حصل معاكم كده زمان وانت صغير. كان نفسك في حاجة، لعبة بقى، موبايل جديد، لبس جديد. كنت رايح بكل لهفة وشوق تطلبها من أهلك، ومبسوط قوي إن أنت عارف إن أهلك مش هيخذلوك. طلبت: بابا ماما أنا عايز كذا. فهم قالوا لك: ماشي يا حبيبي. وبصوا لبعض كده نظرة أنت عارف معناها. شفت عجزهم إنهم يحققوا لك سعادتك في الحاجة اللي أنت كان نفسك تجيبها. الموضوع ما يخلصش هنا بقى. الموضوع كمل إن أنت تقرر كبني آدم، طفل لسه صغير، ان انت ترمي طفولتك دي على جنب وتشيل المسؤولية. بص، هو مش عيب ولا غلط، بس ده ليه شوية عواقب. شوية عواقب ان انت اتعلمت من الألم اللي انت شفته في اهلك، او العجز ده كان ألم، فانت اتعلمت منه، فهمت منه الناس، او فهمت منه عموما الناس دي بيمروا بايه. فهمت الواقع. انت كنت طفل بتحلم ان انت لما تكبر هتساعد الفقراء، دلوقتي بتبقى عايز اللي يساعدك. فأحلامك الطفولية وأحلام اليقظة بتاعتك، لما أكبر هبقى كذا أو هبقى كذا. ما هو أنت فعلا مش هتبقى أي حاجة من الحاجات دي غير لما تروح لها. لازم أنت اللي تروح لده وتسعى لده. المهم مش هنتكلم في النقطة دي دلوقتي. فأنا فاهمك، لأن غالبا تقريبا كلنا حصل معانا حاجة زي كده. شفت عجز أهلك في طلب من طلباتك، لأن أنت ما كنتش تعرف إن الطلب بتاعك مبالغ فيه في الفترة دي من عمرك. لو أنت عايز مكنة، المكنة بشيء فلاني، عايز عجلة، العجلة برضو غالية على بعض الناس. فدي حاجة مش عيبة أو ما تعبكش. اللي يعيبك إن أنت تكره نفسك أو تجيب العار على أهلك وتستعر منهم. تعال نشرح شوية إزاي ده بيحصل يعني في ثانية واحدة. ممكن يحصل أكتر من سيناريو. تعال نتكلم عن أشهرهم هو إن أنت بتكون بتلعب في الشارع مع أصحابك ومبسوط، وفجأة الساعة جت 6 المغرب، 7 المغرب، فبتضطر تمشي. سلام بقى يا جدعان عشان بابا جه. تروح البيت تلاقي باباك لسه داخل البيت، إذا كان قبليك أو بعديك، وجاي تعبان من الشغل. يا دوبك بيغير لبسه، يتشطف، ياكل لقمة، ويقعد يسألك: انت عامل ايه في الدراسة؟ عامل ايه مع أصحابك؟ ما بيعرفش يجيب كل حاجة يعني. هو ما عندوش كل الوقت ان هو يجيب كل حاجة في حياتك ويسألك عليها وانت طفل. طب انت اتضايقت من ايه النهاردة؟ طب انت فرحت امتى النهاردة؟ طب انت حاسس ان دول بيحبوك فعلا ولا لا؟ طب هل دول صحابك فعلا ولا لا؟ ما عندوش كل الوقت ان هو يسألك كل الأسئلة دي، لان ممكن يكون عندك اخوات، وكمان برضو محتاج يقعد مع والدتك شوية، برضو ملزمة منه. فما تلوموش على حاجة زي كده. هو ما كانش عنده كل الوقت، ولو كان عنده وقت كان هيديهولك اكيد، كان هيحضنك. انا عارف ان تقريبا كل اللي بيسمعوا الفيديو ده دلوقتي، تقريبا كلهم الا من رحم ربي، ابوهم ما حضنهمش. في ناس اصلا ما فيش عاطفة بينهم وبين ابوهم خالص. الموضوع مش وحش أو لا ولا عيب، يعني الفكرة ان انت تستعر من ده. مش لازم مش لازم.
هل شرط أساسي إن يكون في عاطفة بينك وبين أبوك؟ مش لازم. فأبوك بيكون بقى مشغول تاني بحياته، مثلا هينزل يقعد مع أصحابه، ينزل يشوف قرايبه يسلم عليهم، أو هيقعد يسكرول شوية على الموبايل. زمان أيامك ما كانش في حاجة اسمها سكرول على الموبايل. فبيكون في شوية مواقف حصلت معاك في يومك، مع حسن ولا علي ولا يوسف ولا إبراهيم، اللي ضايقك واللي زعلك واللي ضربك واللي انت ضربته واللي قالك كلمة كان بيتريق عليك فيها. كل دي حاجات حسستك بشوية مشاعر انت ما كنتش تفهمها ولا فاهم ايه الشعور ده. يعني اللي اتنمر عليك مثلا، تقريبا انت مفكرك، يعني انت حسيت ان انت متضايق، بس انت ليه ما فكرتش ان هو مثلا ممكن يكون بيحقد عليك في حاجة من حاجات حياتك، فبيدور على الجزء في حياتك مش تمام فبيبدأ يتنمر عليك فيه. فكرتش فيها ليه من الناحية دي؟ فما انت ما فهمتش المشاعر دي وانت صغير، ما كانش فيه رقيب يفهمها لك. هتقولي والدتي ومش والدتي. والدتك مهما كانت هي على عيني وعلى راسي، ما ينفعش تربي راجل. واحنا كلنا عارفين حاجة زي كده، وبنشوف اعراض ده في المجتمع عامل ازاي. الناس اللي تربيت امهاتهم بنشوف عاملين ازاي، بيصعبوا عليك. بيصعبوا، بتبقى عايز تمدلهم يد العون، تقول لهم تعالوا هنا، الدنيا حلوة هنا، الدنيا هنا بجد الواقع، انتوا هنا احلام وردية. فانت ما فكرتش في كل الحاجات دي. ومش عيب ان انت ما تكونش فهمت المشاعر دي في الفترة دي من في حياتك، انت كنت لسه صغير. العيب ان انت يجيلك الوقت اللي انت بتسمعني فيه دلوقتي وما تفهمش المشاعر دي خالص. غالبا ممكن يكون معاك حق. ممكن يكون معاك حق ان انت متضايق، متعصب، كنت نفسي اهلك يفهموك. فترة الاكتئاب اللي كلنا مرينا بيها في فترة المراهقة بتاع اعدادي، تسمع اغاني، مش يعني اغاني غريبة كده وقافل على نفسك في الأوضة، بتلبس اسود في اسود، مفكر نفسك محور الكون وفاهم كل حاجة وإن الناس كلها مش فاهمة أي حاجة. جت علينا كلنا على فكرة. والبنت اللي انت حبيتها، اللي انت بصيت لها في عينيها وحسيت إن عينيها عالم تاني لوحده، بحر، وهي أصلا ما كانتش تعرف إن انت عايش. كلنا مرينا بالفترة دي. وأول شعور ليك وانت ما بتحس انت قوي، شلت حاجة تقيلة أو بنيت جسم رياضي كويس، أو حتى حققت حاجة أغلب اللي حواليك مش عارف يحققها. المشاعر دي موجودة، النصر، الهزيمة، فرح، حزن، الخذلان، اكتئاب، كل دي مشاعر وكلها حلوة. بس الفكرة، هل انت فعلا كنت فاهمها؟ هل فعلا كان في أب يفهمك ايه المشاعر دي، يفهمك ايه الحاجات دي؟ لا، بنسبة كبيرة زي ما انا موضحت في اول فيديو. فما تلوموش. عجز الراجل اللي اسمه ابوك ده بسبب العالم الرأسمالي والاقتصاد اللي واقع، مش حاجة تعيبه، ولا حاجة تخليك تكرهه، ولا حاجة تخليك تتجه لصحبة سوء، ولا لمسكنات. لو مش عارف ايه المسكنات، هي المخدات، افلام النسوان القلعة، العيال بنت الذين اللي بيتفرجوا على نجلاء الابيض وجون الحساس. بجد بجد دي مش حياة، دي مش حياة. مسكناتك مع اصحابك، السجاير مسكن. فانت مش شرط تلجأ للمسكنات، مش شرط تلجأ للحاجات دي. بعد فترة من فترات حياتك بيبدأ يبان ضعفك لنفسك مش للناس. تشوف نفسك قد إيه انت ضعيف، قد إيه انت قليل، وتقرر ان انت لا، لازم ابقى قوي. وبدل ما تقرر ان انت تبقى قوي، تقرر ان انت تلبس لبس قوي، تلبس سلسلة وكارتير وخواتم كتير، سقط البنطلون، تبين البوكسر،
تقص قصة معينة، تسقط وشك، تعوج لسانك. كل دي حاجات انت مفكرها لباس قوة. بمعنى تاني تبقى سرسجي او واحد من عرسان الجنة لو انت اترقيت يعني. مش كل السرسجية اصلا وحشين يا جدعان. هم اصلا في سرسجية ما يعرفوش ان هم سرسجية، مفكرين نفسهم كويسين. المهم، بعد فترة من الفترات انت بتفكر ان الهالة اللي انت عملتها حوالين نفسك دي بتخلي الناس تخاف منك، تخلي الناس تهيبك. بالعكس، يا الناس مش خايفة منك ولا حاجة، الناس مستحقراك. بجد الناس مستحقراك وعارفة قد إيه انت ضعيف. طب ليه الناس ما بتجيش تقرب مني ولا تيجي تنكشني؟ لان بكل بساطة هم شايفين لو كواليتي مان قدامهم، شايفين واحد ما عندوش قيمة، ما عندوش حاجة يقدمها لهم. فليه يقربوا منك اصلا ويتعرفوا عليك ويصاحبوك والكلام الجميل ده كله؟ ليه؟ بالظبط، انت مفيش حاجة تقدمها. فبتبدأ تحس ان انت فعلا قوي، وان انت ليك اخصام، وتبدأ تنزل على ساوند حربوني بحكومة والكلام ده كله. وتبدأ تكون عداوات في خيالك، في راسك بس كل ده في لحظة من لحظات حياتك بيقع، بينهار، بيختفي تماما لما تقرر ان انت تقلع اللبس ده وتقف قدام مرايتك لوحدك بالليل او الصبح قبل ما تخرج، تشوف حقيقتك، تشوف ضعفك، تشوف قد ايه انت ولا حاجة. بس بعدها ترجع بني ادم تاني حقيقي، بيحس، بيكره، بيحب. بني ادم عنده حياة، عنده حاجة يقدمها لنفسه وللناس وللمجتمع. الموضوع بياخد وقت، بس بيكون عندك حاجة. ازاي ده بيحصل؟ نتكلم عنه في الفيديو الجاي.